الناس ابتدت تقول ايه، لا خلاص بقى احنا كده كفايه اهانه، احنا هنعمل بقى مترو الانفاق. عملوا مترو 35 محطه، خمسه بس تحت الارض، بس هنسميه مترو الانفاق برضه. معلش انا طالما تعبنا ونزلناه تحت الارض خمس بلاكشين لو محطه، هيبقى اسمه مترو الانفاق. وطبعا عشان المترو ده كان بينجز في الوقت جامد جدا، وكانت طفره جامده جدا، فكان زحمه جدا. يعني هو مش زحمه عادي، لا، هو اصلا ما ينفعش تقعد في المترو ده. يعني هو انت المترو الانفاق ده اصلا لو ركبته من اي حته هتقف. ليه بقى؟ لان كان في مجموعه كومبارسات، دول قاعدين اصلا، دول كده، دول شغلتهم إنهم يبقوا قاعدين عشان انت تقف. انت بتركب من اي محطه بتلاقي الكومبليت الناس كلها قاعده. طب انت الناس دي ركبت منين؟ دي ناس دي بايته ولا لا؟ الناس دي ممثلين معانا، دول مجاميع قاعدينهم في المترو عشان انت تتعذب، ودول ما بيقوموش. ولو فكرت تقعد هتلاقي واحد داخل لك بعكاز، ده اصلا هو بيمشي عادي هو ما فيهوش مشكله، هو بس بيجي ياخد اللقطه عشان انت تقوم. اتفضل يا حاج تعالى اقعد، ولو انت ما قمتش هيقومك. يا ابني مش شايفني واقف؟ يا ابني انت انا باخد فلوس على الدور اللي انا بمثله ده، ما تقوم لي. فتقوم قايم يقعد، هو ممكن عادي هو ينزل بعد كده يجري، بس هو ايه، هو قومك.